السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العصافير عندك بتاكل وبتشرب وتقف على العصاية ومفيش أي إنتاج، وأنت دلوقتي بتستغرب وتقول أنا موفر لهم كل حاجة وبعمل معاهم كل حاجة ورغم كده مفيش أي إنتاج. ده أنا بشوف الذكر واقف على النتاية والاتنين واقفين، يعني في تزاوج ولكن مفيش بيض. تعال نشوف إيه السبب في الموضوع دوت. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني إن شاء الله كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه لازم انك انت تتاكد ان اللي عندك دول ذكر وانتايه. خلي بالك، خلي بالك، ده اهم حاجه تتاكد منها ان هم ذكر وانتايه. الحاجه التانيه لازم يكون في الاتنين في توالف بينهم، الاتنين بيحبوا بعض. تمام. الحاجه التالته لازم تكون حاططهم في قفص كبير ومناسب للكوكتيل، ما يكونش قفص صغير. طيب ليه؟ عشان هم حجمهم كبير، زي في حجم اليمام، يبقى لازم تحطهم في قفص كبير واسع. الحاجة الرابعة لازم توفر لهم العصاية اللي بيقفوا عليها تكون عصاية صح، عصاية المجسم تكون عصاية خشب متثبتة كويس، ما تكونش بلاستيك بتتهز، تكون واقفة ثابتة. بعد كده البياضة اللي انت بتعلقها تكون بياضة سليمة، ما فيهاش اي فتحات، تعلقها تعليق صح، تكون ثابتة ما بتتهزش. الحاجة الخامسة مادة التعشيش اللي جوه، اللي هو النشارة الوسط، لا هي خشنة ولا هي ناعمة، وتحطها جوه البياضة عبارة عن هرم كوم، تخلي الذكر هو اللي يفرشها عشان تبقى علامة ان هم بيحضروا للعيش. هتقول لي والله العظيم يا عم الحاج انا موفر لهم ده كله، ايه رأيك بقى؟ انا بنوع لهم في الاكل وبحط لهم اكل وبحط لهم بيض وبرسيم وجرجير وبنوع في الاكل وبحط قمح وبحط ذره وبلقم وفلارس ومروقهم، مروق عليهم، ناقص ان انا احط لهم كده يعني ايه تلفزيون جوه ودش وبتاع وجوه القفص. يعني انا مدلعهم على الاخر وكل حاجه بعملها لهم، ولكن رغم كده مش شايف انتاج. ده انا شفت الذكر واقف على النتايه ورغم كده ما حصلش تخصيب. هقول لك، ما انت عشان خاطر شفتهم، اللي حصل ان انت وقفت كده بصيت عليهم على طول راح الذكر نازل من على النتايه. ما توقفش قدامهم لما يكون الذكر واقف على النتايه، ما تحاولش ان انت تقف قدامهم، اسحب نفسك واخلع، خليه يكمل، خليه يكمل التخصيب. ما ينفعش ان هو يقطع مره واحده وينزل من عليها. انت كده خليته يعني خليت الذكر نزل من عليها، لا لازم يكمل التخصيب. تمام. طب وعشان خاطر الذكر بيخصب النتايه بيقعد واقف عليها مده شغال لغايه ما هوب. طيب انت بقى دخلت عليهم مره واحده لا وعجبتك بقى المنظر، عجبك قوي، فواقف تصور كمان، فطبعا هو على طول راح واخد بعضه وراح نازل من عليها. طب الحاجه التانيه، ما هو ممكن برضه يكون واقف عليها وانت ما نزلش من عليها ولا حاجه، وانت بتراقبهم من بعيد وما خدوش بالهم منك. ممكن تكون لسه النتايه عنقودها مش كامل، اول ما العنقود هيكمل هتبص تلاقي على طول هتبدا تبيض زي الفل. يعني انت لما هتوفر لهم كل حاجه، واهم حاجه الامان، اهم حاجه الامان، طول ما انت موفر الامان للعصافير وحاططهم في مكان هادي وكويس ومحدش داخل خارج عليهم ولا في قطط ولا كلاب ولا عيال صغيره، ومعلقهم في مكان كويس وهادي وحلو، ما بتقعدش كل شويه تحرك في القفص من مكان لمكان، ما بتقعدش كل شويه تقعد تفتح في العش وتقفل، تفتح في العش زي ما يكون مرض، لا. طول ما هم بيشوفوك بتفتح في العش وبتقفل مش هيبيضوا، مش هيبيض. الذكر لما بيحس بالامان خالص، محدش فتح العش كده كام يوم، خلاص بيدي الاشاره للنتايه يلا نتجوز، هوب يوب على طول تلاقوا هما الاتنين بدأوا ان هما يتزاوجوا والنتايه تبدأ تحط في البيض. هتقول لي بقى هما الاتنين في القفص وبيغردوا هما الاتنين، اقول لك كده ذكرين، ذكرين. طب هتقول لي هما الاتنين واقفين في القفص، تمام، وبيخشوا العش هما الاتنين لكن مفيش حد فيهم بيغرد، ولا شفت حد فيهم واقف على حد كده بيكسر، مفيش اي تزاوج، لكن هما الاتنين بيخشوا العش مع بعض ويخرجوا، وتلاقي بيحصل ان الاتنين كده ساعات ينقروا بعض نقرة خفيفة كده، ومفيش حد فيهم بيغرد. اقول لك نتايتين، دول كده نتايتين. هتقول لي التخصيب ده بيحصل امتى كده والذكر بيقعد يغرد امتى؟ اقول لك بعد الفجر، مع طلوع النهار تبص تلاقي على طول الذكر يبدأ يغرد. يا سلام، تسمع الأصوات الجميلة دي تعرف على طول إن هو بيغرد للأنثى، بيغازلها علشان خاطر يحصل التزاوج بينهم. والكلام ده بيحصل الصبح بدري وكمان قبل المغرب. سبحان الله، تلاقي الذكر برضه يقعد كده يغرد، تمام، طول ما هو شايف كده العملية رايقة مفيش حد بيزعجهم والدنيا هادية، يبدأ يغرد، يحصل التزاوج بينه وبين الأنثى.
تقول لي طب انا عايز يحصل بينهم تزاوج، ما بشوفش الذكر واقف على الانثى بالرغم ان هما ذكر وانثى، ما بشوفش الكلام دوت. نفسي ان هما الاثنين يبداوا يتزاوجوا. اقول لك حط في الميه زنجبيل، حط في الميه زنجبيل، جيب لتر ميه وحط عليه نص معلقه من الزنجبيل واتفرج على اللي هيحصل بعد كده. اقول لك كمان اهم حاجه الجرجير. الجرجير من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. يعني لو حطيت مره جرجير تحط المره اللي بعدها برسيم، يوم ويوم. البرسيم والجرجير ليهم مفعول قوي جدا مع الذكر، بيخلي الذكر يخصب الانثى ويخلي البيت كله بيطلع عمران. هتقول لي انا ما بديهمش الا بيركم وفلارس بس او لب بس، اقول لك يبقى مش هتشوف بيض، ولو شفت بيض البيض هيبقى رايق. اوعى الكلام ده، لا لا، لازم تنوع في الاكل. واهم حاجه البيض المسلوق. تحط لهم بيض مسلوق من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. يعني ايه من مرتين لثلاث مرات؟ يعني لو حطيت الاسبوع ده ثلاث مرات بيض، الاسبوع اللي جاي تحط مرتين. يعني تحط يوم ويوم بيض، تمام، والاسبوع اللي بعده تحط مرتين اتنين، هتلاقي انتاج زي الفل. طول ما انت بتدي البيض للعصافير، يقول لي ايوه هيليس العصافير كده هتليس مني. لا يا حبيبي ما تخافش، هتليس لو انت بتحط البيض ده طول النهار تديهم في بيض، ولو انت بتديهم كل يوم بيض. لا، ده البيض دوت بتحط لهم هو من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع مع الزنجبيل في الميه. الله على الانتاج، بجد هيبقى رزق ان شاء الله. ربنا هيكتب لك رزق حلو قوي باذن الله. يبقى اهم حاجه يا جماعه الامان، وبتك على الحته دي قوي قوي، انك ما تقعدش تحرك القفص كل شويه، ما تقعدش تفتح وتقفل في البياضه كل شويه. هو ده اللي بيخلي العصافير تتاخر في وضع البيض وفي التزاوج. طيب تقول لي هما عندي ما بيحصلش التزاوج على العصايه، ولا بيحصل التزاوج جوه الطاجن؟ اقول لك يا سلام، زي الفل عادي. الطاجن ده انا بحط فيه الاكل. ليه بقى بحط الطاجن؟ الطاجن ده بيحصل فيه التزاوج. تلاقي الانثى كده جالها مزاج تقعد في الطاجن، والذكر يقف فوقيها يخصبها، تمام، هي مرتاحه كده، ما بتحبش تقف على العصايه، بتحس بالراحه في الطاجن، تمام زي الفل، مفيش مشاكل. ده الطاجن ده كمان خلي بالك لو تحط فيه الاكل بيمنع ان الاكل عندك يتهدر وان يقع، تمام. زي البلاستيكات اللي بيحطوا اللي بيتباع في السوق دي، يحط فيها الاكل وبص لقيت المنقار بتاع الكوكتيل بيشيل البلاستيكات دي كلها بالاكل كده، بيشيلها كلها. مهما انت تثبتها هو بيشيلها. لا، انت حط الطاجن احسن حاجه، تقيل وحلو، هيقفوا ياكلوا عليه او يخلصوا اكل. هتبص تلاقي النتايه قعدت جوه الطاجن، والذكر وقف فوقيها وبدا ان هو يخصب النتايه. ده الانتاج هيجي من كده يا جماعه، من تنوع في الاكل، من الامان، من العش الكويس، من انك تتاكد ان هم ذكر وانتايه. هتبص تلاقي ان شاء الله ربنا كاتب لك رزق، هتشوف الرزق منهم ان شاء الله باذن الله. تنوع في الاكل. اهم حاجه خلي بالكم الجرجير والبرسيم، هم دول السر اللي بيخلي العصافير تنتج مع البيض المسلوق. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.